خصائص سكان قارة افريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادي. هنكمل مع بعض شرح خصائص سكان قارة افريقيا. دراسات اجتماعية، طبعا احنا بنحل كتاب الامتحان وكتاب المدرسة. يلا بينا. بسم الله. خدنا التركيب النوعي وقلنا تبع النوع ذكر او انثى. اما اقول لك نوعك ايه تقول له ذكر او انثى. وخدنا التركيب العمري، عمرك قد ايه، تبع الفئات العمرية كم سنة. وخدنا التركيب الاقتصادي تبع النشاط الاقتصادي، شغلانتك في الزراعة أو في الصناعة أو في التجارة أو في التعليم أو في الصحة. هناخد بإذن الله في الفيديو ده التركيب اللغوي، لغتك إيه. تمام، ناخد التركيب اللغوي، لغتك إيه. أول حاجة عندي هنا يا حبايبي قارة افريقيا. دي وسط قارة افريقيا، هنعتبرها شمال جنوب شرق غرب. تمام. في الشمال هنا عند اللغة اللي منتشرة، تنتشر اللغة العربية في الشمال. طب ليه؟ ما يجي يقولك بما تفسر، هقول له هجرة القبائل العربية، القبائل اللي بتتكلم اللغة العربية هاجرت لشمال افريقيا. وانتشار الاسلام، احنا عارفين ان الاسلام جه باللغة العربية. القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم اللغة العربية. يبقى في شمال، لما لك شمال اللغة العربية، شمال قارة افريقيا، هتقول له ايه؟ اللغة العربية. بما تفسر بسبب هجرة القبائل العربية وانتشار الاسلام. احفظ معايا. نيجي بقى للجنوب. انتشرت في الجنوب اللغة الانجليزية بسبب ايه؟ بسبب الاحتلال البريطاني، بريطانيا او انجلترا، انجليز جم هنا فانتشرت اللغة الإنجليزية. يبقى في الشمال اللغة العربية وفي الجنوب اللغة الإنجليزية. نيجي في الشرق. في الشرق انتشرت اللغة السواحلية، وكمان انتشرت لغة كمان اسمها اللغة الفرنسية، عشان فرنسا بسبب الاحتلال الفرنسي، بسبب الاحتلال الفرنسي. يبقى انتشرت اللغة الفرنسية في الشرق وفي الوسط بسبب الاحتلال الفرنسي. من ضمن الدول ديت رواندا والكاميرون. تمام. في الغرب انتشرت اللغتين، الهوسة، افتكرها لما اجي اقول لك انت بتتكلمي لغة غير مفهومة، مهووسة. طبعا ما ينفعش نقول لحد كده، ده تنمر وحرام، ده احنا قلنا. يبقى الهوسة والمندي، افتكرها من ايه؟ من المندي اللي انت بناكله، او في اكلة مشهورة اسمها المندي. تمام، بس دي لغة بقى. تمام. يبقى في الغرب انتشرت الهوسة والمندي، في الشمال اللغة العربية، في الجنوب اللغة الإنجليزية، في الشرق اللغة الفرنسية والسواحلية، في الوسط برضك اللغة الفرنسية. أما يجي يقول لك ما العلاقة بين الاستعمار الأوروبي واللغة؟ العلاقة بين الاستعمار الأوروبي واللغة، أقول له انتشرت اللغة الإنجليزية في الجنوب بسبب الاحتلال البريطاني، وانتشرت اللغة الفرنسية في الشرق والوسط قارة أفريقيا بسبب الاحتلال الفرنسي. تمام. يبقى دي التركيب اللغوي. هنيجي نتكلم عن التعليم. طبعا نعمل سكرينات واحفظ منها. تمام. هنيجي نتكلم عن التعليم في حاجة اسمها شمال قارة افريقيا. دول شمال قارة افريقيا: مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان. احفظهم. اي دولة غير كده يبقى اسمها دول جنوب الصحراء الكبرى، دول جنوب الصحراء الكبرى. تمام. اما نيجي نتكلم عن نسبة غير الملتحقين بالتعليم، نسبة غير الملتحقين بالتعليم في الشمال أقل. يعني بتوع الشمال دول، الشمال دول بيتعلموا عن دول جنوب الصحراء الكبرى. أما لك حد الدليل، هنقول إنه نسبة غير الملتحقين في جنوب الصحراء تبلغ تقريبا ضعف نظيرها في دول شمال افريقيا. يعني لو في 10 ما تعلموش في دول شمال افريقيا، قصادهم 20 مش هيتعلموا في دول جنوب الصحراء الكبرى. يبقى من اللي تتفوق في التعليم؟ شمال افريقيا. تمام. يبقى شمال افريقيا بيعلموا ولادهم اكتر من جنوب افريقيا. انا كاتبلك لو في 100 واحد في شمال افريقيا تعلموا، يبقى قدامهم 200 واحد ما يتعلموش. لو في 100 واحد في شمال افريقيا ما تعلموش، يبقى قدامهم 200 واحد ما يتعلموش في جنوب افريقيا. يبقى نسبة غير الملتحقين في جنوب افريقيا بتضاعف شمال افريقيا. تمام.
الدول الافريقيه هتقعد ساكته؟ لا، حطت اهداف التنميه المستدامه، ضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرض التعليم مدى الحياه. عندي ثلاث دول تقدموا في التعليم الابتدائي: مصر وتونس وجنوب افريقيا. مصر وتونس وجنوب افريقيا. ممكن تجي لك اكمل، يجي لك واحده من دي. تمام، يبقى اخذنا في اول الصفحه التركيب اللغوي واتكلمنا عن التعليم. كمل بقى معانا الصحه. ما قال لك نفسك تطلع ايه، هتقول له ده طبيب او ممرض او وخلافه. الصحه ديت اللي بتطلع الاطباء او الممرضين. تمام، كل ما البلد يبقى فيها صحة والدولة يبقى فيها صحة يبقى ده دليل على التقدم. تمام، هنيجي هنقول لك بتنخفض نسبة الأطباء والممرضين في أفريقيا عن المعدل العالمي، بس بتنخفض بشدة في جنوب الصحراء الكبرى. يبقى بالنسبة للعالم عندهم أطباء وممرضين أكتر من أفريقيا. طب بالنسبة لجنوب الصحراء الكبرى، جنوب الصحراء الكبرى بتنخفض بشدة، النسبة دي ما فيش فيها ممرضين ولا أطباء كتير. يبقى تاني، تنخفض الأطباء والممرضين في أفريقيا عن المعدل العالمي عن العالم، وبتنخفض بشدة في جنوب الصحراء الكبرى. أما يجي يقولك بما تفسر تعاني قارة أفريقيا من انتشار الأمراض، فيها أمراض كتيرة. ليه؟ هقول له بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحية. طب لما يقولك دلل، لو قالك نفس السؤال وقالك دلل، هقول له عندي مرض اسمه مرض النوم. طب مرض النوم بسبب ذبابة اسمها تيسي. ممكن تجي لك أكمل من الأمراض التي تنتقل بواسطة ذبابة تيسي، هقول له مرض النوم. دلل تعاني قارة أفريقيا من انتشار بعض الأمراض، هناك مرض النوم التي تسببها ذبابة تيسي والملاريا وسوء التغذية والقلب والإيدز، والسكان انتشر بشدة، ومرض السرطان. تمام، يبقى خلي بالك بما تفسر يعني ايه السبب وهيدلل حتى الدليل. الخصائص الثقافية، الثقافة. اما قالك دلل تتنوع الثقافة الافريقية. تتنوع يعني تختلف في ايه؟ عندي هنا الفنون، وعند الحرف التراثية، وعند الاكلات الشعبية واللغات. الفنون، اما يقول لك دلل الفنون التي ارتبطت منذ القدم بالطقوس الدينية، يبقى يقول لك الموسيقى ارتبطت بالطقوس الدينية بالدين. الموسيقى ارتبطت بالدين ازاي؟ قال له كان الرقص على انغام الطبول وسيلة للتقرب للمعبودات الاسطورية. كان زمان ما هماش مسلمين، كان عندهم بيعبدوا اي حاجة اسطورية كده خيالية عشان يتقربوا منهم. طبعا ده خيال طبعا. كانوا بيرقصوا على انغام الطبول بالطبلة ويقعدوا يرقصوا. تمام، يبقى ما اجي اقول لك دلل الموسيقى ارتبطت منذ القدم طبعا بالطقوس الدينيه، اقول له حيث كان الرقص على انغام الطبول وسيله للتقرب من المعبودات. يبقى دي الفنون الافريقيه. ناخد التراث. دلل تتنوع ملك تنوع الحرف التراثيه، ولك دلل عند الفخار والخزف، الاواني والحلي، احفظ الحاجات دي، والجلود والاخشاب. في الادب بقى عندي شخصيتين، نجيب محفوظ وويلي سوينكا. ويلي سوينكا ده ونجيب محفوظ حصلوا على جائزة نوبل، بس أول واحد حصل على جائزة نوبل ويلي سوينكا على مستوى أفريقيا. ويلي سوينكا 1986. وأول واحد أول مصري بقى حصل على جائزة نوبل 1988 نجيب محفوظ. يبقى 88 نجيب محفوظ، 86 ويلي سوينكا. خلي بالك. تمام، دي كاتب لكن دي أديب، دي كاتب نيجيري لكن دي أديب مصري. تمام، يبقى الشخصيتين في الأدب اللي احنا خدناهم ويلي سوينكا ونجيب محفوظ حصلوا الاثنين على جائزة نوبل، دي 86 دي 88. دي كاتب دي أديب، دي أول كاتب أفريقي، دي أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل. نيجي بقى أما السؤال يقول لك اهتمام أفريقيا بالحفاظ على التراث الثقافي. حد دليل واحد مثلا، احفظ لي بس مصر قوت التعاون الثقافي مع دول قارة افريقيا. تبقى عزتها او قوتها بايه؟ عملت المهرجان العربي الافريقي للفنون الشعبية ومهرجان الطبول والفنون التراثية.
يبقى دلل تعزيز مصر التعاون الثقافي مع دول افريقيا. اقول له نظمت المهرجان العربي الافريقي ومهرجان الطبول والفنون التراثية. يبقى ده كان درس خصائص سكان قارة افريقيا، خدناها على حصتين وبنحل الاسئلة. انتظرونا في فيديوهات تانية كتير. طبعا تعالى نراجع بس على الاول. احنا خدنا التركيب النوعي وحافظنا، عرفنا يعني ايه الهرم السكاني، وعرفنا اختلاف نسبة الذكور من قارة لقارة بسبب الهجرة وارتفاع معدلات الوفيات، طبعا كل ده شرحناه. والتركيب العمري عرفنا في نظرية اسمها نظرية التحول الديموغرافي. المرحلة الثانية فيها، احنا دلوقتي في المرحلة الثانية، ارتفاع وانخفاض، ارتفاع المواليد وانخفاض الوفيات. في 2050 هنوصل للمرحلة الثالثة، انخفاض المواليد وانخفاض الوفيات، عشان هنعمل تنظيم أسرة. واكبر الفئة اللي بتزيد عن نص سكان القارة هي فئة سن العمل، وبيقابلها مشكلات زي قلة فرص العمل وعدم الاهتمام بالصحة والتعليم. وكبار السن نسبتهم 3%، اما في العالم بنسبتها 10%، وهتتحسن المرة الجاية بإذن الله 2050 بسبب تحسين الرعاية الصحية. وخدنا التركيب الاقتصادي، وقلنا التركيب الاقتصادي هي الأنشطة. قلنا أكتر الزراعة، نص قارة أفريقيا بتشتغل في الزراعة 50%، وبعدين الصناعة 13%، والأنشطة الأخرى 36. تمام. وخدنا مشكلة عمالة الأطفال، من كل 5 أطفال في الطفل بيشتغل في الرعي وفي الزراعة، وبنستغلهم في الأعمال العسكرية. وانتشرت بسبب الفقر وبسبب التخلف عن القيد في التعليم. وأول الدول اللي بتعمل عمالة الأطفال إريتريا والصومال والكونغو. الدولة عملت إيه عشان تحل من المشكلة دي؟ إقراء التزامات التعليم، وقدمت الدعم لهم، ومحو الأمية، اهتمت بمحو الأمية. أما التركيب اللغوي، اللغة العربية في الشمال بسبب انتشار الإسلام وهجرة القبائل، واللغة الإنجليزية في الجنوب بسبب الاحتلال البريطاني، وفي الشرق اللغة الفرنسية بسبب الاحتلال الفرنسي، وفي الغرب الهوسة والمندي. الأكبر النقاط. والتعليم احنا قلنا شمال افريقيا عدد الملتحقين في الأكبر النقاط جنوب الصحراء الكبرى بيبقى ضعف شمال افريقيا. تمام. الأكبر النقاط. وقلنا الأطباء والممرضين قليلين في افريقيا، وبتنخفض بشدة في جنوب الصحراء بسبب ايه؟ انتشرت الامراض بسبب عدم الاهتمام بالخدمات الصحية. والامراض قلناها زي ايه؟ اهم حاجة تيسي دي ذبابة بتسبب مرض النوم. الأكبر النقاط. وقلنا الموسيقى ارتبطت بالطقوس الدينية، لان كان الرقص على انغام الطبول وسيلة للتقرب للمعبودات الاسطورية. وخدنا الحرف التراثية زي ايه؟ والأدباء عندي ويلي سوينكا حصل على جائزة نوبل 86، وهو كاتب افريقي، اول واحد في افريقيا حصل على جائزة نوبل. واول اديب مصري حصل على جائزة نوبل نجيب محفوظ. واهتمت افريقيا بالحفاظ زي مصر، عملت المهرجان العربي وعملت مهرجان الطبول. انتظرونا على قناة العالم ببساطة ومرح. بحبكم في الله، الى اللقاء في درس جديد. انتظرونا في حل تدريبات سلاح الامتحان.